لا حديث بين ساكنة إقليم سيدي قاسم وبالضبط بمشرع بلقصيري إلا عن فضيحة تحرش وابتزاز جنسي تورط فيها عون السلطة برتبة مقدم، الذي طلب ممارسة الجنس من سيدة مقابل تسجيل أحد أفراد أسرتها في قفة رمضان الموجهة للفئات المعوزة. وتفجرت القضية عندما تقدمت الضحية التي تنحدر من دوار العزوزيين عمالة المختار سيد الكامل التابعة ترابيا لمشرع بلقصيري بشكاية إلى النيابة العامة بسيدي قاسم تؤكد فيها تعرضها لتحرش جنسي من طرف المقدم المذكور، مشددة على أنها صادفت الأخير في باب السوق وطلبت منه تسجيل ابنة أختها ضمن لائحة المستفيدين من قفة سيدنا. وتضيف الضحية في شكايتها أن المقدم أمسك بيدها وأخبرها أنه لن يقوم بتسجيل ابنة أختها، ولكن سيقوم بتسجيلها وسيتوسط لها عند قائد المقاطعة الإدارية، ولكن مقابل أن تذهب معه إلى مدينة سيدي قاسم ليمارس عليها الجنس. وأشارت المشتكية وهي أم للطفلة إلى أن كلام المقدم كان واضحا وفاضحا، حيث قال لها كرطيه وجيبيه نضربه. وطالبت الضحية بضرورة متابعة عون السلطة الذي أمعن في استفزازها وتهديدها، مطالبة من المحكمة أن تعيد إليها اعتبارها وتقتص لها من المقدم المتحرج الذي يخبرها في كل مواجهة بينهما أنه اشترى القضاء وأنه لن تتم معاقبته.